غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي خالق ضجه هذه الايامات في مواقع التواصل الاجتماعي، الصراع اللي بين النجم العالمي سعد المجرد والرابور المغربي المثير للجدل طوطو. اشنو وقع بالضبط وعلاش طوطو رفض يغني في مهرجان قنيطرة الا كان سعد المجرد حاضر؟ وغادي نجاوبوا كاع على هذه الاسئله في هذا الفيديو. واش فعلا هذه غيره فنيه بين طوطو وسعد ولا مجرد سوء تفاهم؟ القضيه بدات مني تعلن ان سعد المجرد غادي يشارك في مهرجان قنيطرة، وفي نفس النهار كان مبرمج حتى طوطو غادي يطلع في الخشبه ويغني. ولكن المفاجاه هي ان طوطو خرج بواحد ستوري في الانستغرام وقال فيه بشكل واضح انه ما يقدرش يشارك الا كان سعد المجرد في هذاك النهار، واكد انه يقدر يغني مع اي فنان بحال عادل الميلودي. ولو 25 ما يمكنش نلعب في لو 20، ما نقدرش نطلع انا المهم بلا ما نكثر الهضره. لو 26 هو عندي فيه بلان يعني والله ما عادي الميلودي. الجماهير تفاعلات مع هذا الموضوع بشكل كبير، وهنا خرج سعد المجرد بواحد الريلز في الانستغرام اللي قال فيه: ناس قنيطرة زوينين، نشوفكم ان شاء الله لو 25 اوت في مهرجان قنيطرة. مرحبا بكم، بيس. الناس بداو كيطرحوا اسئله علاش طوطو عنده مشكل مع سعد المجرد. الجواب سهل، سعد المجرد رقم صعب في الساحه الفنيه المغربيه والعربيه، فنان عالمي ناجح في كل اعماله، وهذا الشيء راه حاجه باينه من خلال كاع الكليبات ديال سعد المجرد اللي محققين مشاهدات عاليه على منصات اليوتيوب. كيضربوا غير 100 مليون 200 مليون، ما فوق من 200 مليون وما فوق من 300 مليون وما فوق من 400 مليون، خصوصا أغنية المعلم. واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود، ما نرضى نتكلم. اللي حققت أزيد من مليار مشاهدة على منصة اليوتيوب، وما زال ليومنا هذا كتحقق المشاهدات. طوطو يمكن حس ان الاضواء غادي تسرق منه، حيت سعد المجرد سبقه بمسافه كبيره وبسنوات ضوئيه، فراه لا مجال للمقارنه. وفي النهايه كيبقى سعد المجرد فنان عالمي وكيعرف كيفاش يتعامل مع النجاح. فسعد راه انسان ناجح وكيركز غير على الاعمال ديالو وما كيدخلش في الصراعات الفارغه. اما طوطو واضح انه مازال خاصو بزاف باش يوصل للمستوى اللي واصل ليه سعد المجرد، والجمهور المغربي عارف شكون الفنان الحقيقي اللي كيشرف البلاد في الخارج. اذا الاخوان هذه هي الخلاصه كامله بالنسبه لي. هذا الصراع اللي جا من طوطو مجرد غيره فنيه وما غاديش ينقص من القيمه ديال سعد المجرد اللي باقي كيحطم ارقام قياسيه على اليوتيوب. وهذا الشيء اللي عندي لكم اليوم في هذا الفيديو بخصوص طوطو وسعد. كتبوا الراي ديالكم في الكومنتيرات، واش كتشوفوا ان طوطو فعلا حسد سعد ولا عنده وجهه نظر خاصه؟ هذا ما كان في هذا الفيديو، دوزو بخير.